إلى فنلندا مثلا الحرارة 69 تحت الصفر، طبعا يضع قبعة على رأسه، يضع قفازات في يديه، معطف، صوف، ألبسة صوفية، لكن ماذا يفعل بعينيه؟ هل يستطيع أن يضع على عينيه قماش ليحميها من البرد؟ مستحيل. وفي العين ماء، والماء على تماس مع 70 تحت الصفر، فإذا أي إنسان يسكن في هذه البلاد يجب أن يفقد بصره. لا قوة إلا بالله. ما الحل؟ أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. يد من؟ قدرة من؟ حكمة من؟ الله. هذا الإله يعصى. وأودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. الآلات التصوير الحديثة جدا، الرقمية الاحترافية الغالية جدا، في بالميليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي بالميليمتر كالتي أمامنا، لكن العين في بالميليمتر مربع من الشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي. من أجل أن يرى الإنسان 8 ملايين لون، ولو درج اللون إلى 800 ألف درجة لأدركت العين البشرية الفرق بين درجتين. ألم نجعل له عينين؟ هذه من آيات الله الدالة على عظمته. والله أستاذ راضي لو فكر الإنسان في جسمه لخشع قلبه. الإنسان ينطوي